هو ايه التوحد وايه اعراضه اصلا وليه بيجي للاطفال؟ وهل كل اللي عندهم توحد عندهم قدرات خاصة؟ طبعا معظمنا شاف مسلسل حالة خاصة، وده بطولة طه دسوقي وغادة عادل، وده بيتكلم عن شخص اسمه نديم عنده توحد ومش بيعرف يتعامل مع الناس، بس في نفس الوقت كان ذكي جدا وعنده قدرات خاصة وكان شاطر جدا في القانون وكان عنده خلفية عن كل حاجة تقريبا موجودة حواليه. القانون العقوبي من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده. موضوع الفيديو بتاعنا النهارده عن نديم، قصدي عن التوحد وازاي بيحصل وايه اعراضه. الاول اعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان القناه تكبر بيكم، واستنى دعمكم في الفيديو ده والفيديوهات اللي جايه، وصلي على النبي ويلا نشوف ايه الحكايه. التوحد مش زي ما الناس فاكره ان الشخص بيبقى منعزل وبيحب يقعد لوحده، او انه مرض نفسي او اي حاجه من دي. في الحقيقة التوحد أعمق من كده بكتير. التوحد مرض بيعمل خلل في انتظام الخلايا العصبية والطريقة اللي بيتواصلوا بيها في الدماغ، بمعنى إنه مرض بيعمل مشكلة في الدماغ، مش مرض نفسي زي ما كل الناس فاكرة. والاختلافات اللي في دماغ الشخص الطبيعي والشخص اللي عنده توحد مش كبيرة قوي. يعني عندك مثلا دماغ الشخص الطبيعي بتشتغل ازاي؟ إن المهام والأفكار والحركات اللي على مدار يومه بتتوزع على فصين المخ الأيمن والأيسر. اما الشخص اللي عنده توحد عنده صعوبه في التواصل بين فصين المخ. طبعا عشان الدماغ تشتغل صح لازم يكون في اتصال بين الخلايا العصبيه ببعض، فنلاقي ان الشخص اللي عنده توحد هنلاقي ان عنده صعوبه في دمج واستيعاب المعلومات، وده بيظهر في اول 6 شهور في حياه الشخص، والاعراض بتبدا تظهر من سن 3 سنين. الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه ان التوحد مش بسبب النفسيه او بسبب ان الشخص بيقعد مع نفسه كتير وهو صغير. وعلى فكره الشكل الخارجي للمتوحد بيكون طبيعي جدا ومش ظاهر عليه اي حاجه وزيه زي الشخص الطبيعي، بس هو في مشكله بسيطه كده، ان هو بيواجه صعوبه في الحاجات اللي الشخص الطبيعي يقدر يعملها بكل سهوله هو ممكن يشوفها صعبه شويه، وده طبعا بيتعرف بالملاحظه مش بالكشف والتحليل والاشاعات. واكتر حاجه تبان على الشخص المتوحد هو التاخر اللغوي، سواء يتأخر في الكلام عن باقي الأطفال اللي في سنه، أو يبقى بيتكلم عادي زيهم بس بكلام مش مفهوم ويغير في ضمائر الكلام. وعلى فكرة ممكن الشخص المتوحد ينسى مهاراته اللغوية، يعني يبقى عارف كلام كتير جدا وعارف معناه بس ممكن ينساه في أي وقت كأنه جاله زهايمر بالظبط. وكمان بيبقى عنده ضعف في التواصل السمعي والتواصل البصري، يعني انت تبقى واقف قدامه كده ومش مركز معاك وكأنك اصلا مش قدامه. وكمان طبعا زي ما انتوا عارفين ان المتوحدين بيبقى عندهم صعوبة في التواصل والتفاعل الاجتماعي، ده كمان مش بيعرفوا مشاعر اللي قدامهم ايه. يعني انت لو بتضحك قدامه ضحك كده سخرية ولا اي حاجة مش هيفهمها، او لو بصيت له بصة بغضب مش هيفهمها برضه. وكمان بيكرهوا الصوت العالي جدا وبيكرهوا الضوء العالي برضه، غير ان عندهم التزام شديد جدا في روتينهم اليومي، وبيتضايقوا جدا لو اي حاجة اتغيرت في يومهم هم متعودين عليها وما عملهاش. دايما الطفل المتوحد بيلعب بانتظام ويرتب الالعاب وينظمها بشكل معين، ليه نمط معين برضه في اللبس ما يحبش يغيره ابدا. والاثار دي ممكن ما تكونش ضاره او مؤثره عليه، بس في حاجات ممكن يعملها تاثر عليه، زي مثلا انه يكون عنده فرط حركه، وطبعا مع اللعب وعدم التركيز بنسبه كبيره كده هيتصاب وهيتعور، او ممكن يأذي نفسه، وفي الحاله اللي زي كده هيضطر ان هو ياخد اهتمام اكتر من كده بكتير. وعلى فكره التوحد مش بيجي للاطفال بس، كمان بيجي للكبار، والتوحد ده انواع، ده حتى ايلون ماسك عنده توحد من نوع اسمه سبارجر، وده اقلهم عرضه من الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها. وده بيدل ان اللي عنده توحد مش شرط يكون بيعاني من كل العوارض اللي احنا قلنا عليها دي في الفيديو كلها، وكمان ده مش سبب ان يخلي الحياه تبقى صعبه بالنسبه له. يعني عندك ايلون ماسك اهو اغنى راجل في العالم دلوقتي. طب والناس اللي عندها توحد وهي كبيره ده بيحصل ازاي؟ هقولك ان التوحد ده مرض ممتد ممكن يفضل معاك لحد ما تموت، بالاخص لو درجه التوحد قليله، والدكاتره والعلماء مش عارفين لحد دلوقتي التوحد بيحصل ازاي ولا بسبب ايه. كل اللي خمنوه ان الجينات الوراثيه ممكن يبقى ليها دور، وان الام ممكن تكون اخدت ادويه وهي حامل بتؤدي لكده، او اتصابت بعدوى معينه، او كان عندها مشاكل نفسيه. لحد دلوقتي مفيش علاج للتوحد، بس بيحاولوا يعملوا علاج للاضطرابات الجينيه وباذن الله هينجح. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، ولو وصلت لحد هنا ما تبخلش عليا باللايك والسبسكرايب، وكان معكم حسن الخولي.